طبعا كلنا عارفين كلمة كول، ومعظمنا عارف ان كلمة كول معناها يتصل تليفونيا او يهاتف شخص تليفونيا. بس عايز اقولك ان كلمة كول لها معاني تانية كتير. زي كلمة كول ممكن اقول عليها ينادي، وممكن كمان تقول ان كلمة كول معناها يسمي او يطلق اسم على. زي ما هقول I call my son علي او I called my son علي، سميت ابني علي. ممكن كمان كلمة كول لها معاني تانية كتيرة بس لو ضفت لها حرف جر. زي ما اقول مثلا كول باك اللي هو معناها يعاود الاتصال او يتصل مرة اخرى. زي ما هقول call me back I am busy now، اتصل بي فيما بعد أو عاود الاتصال مرة أخرى لأنني مشغول الآن. كمان عندنا كلمة call off معناها يلغي اجتماع، يلغي مؤتمر. ممكن أقول I will call off the meeting I am ill، أنا سوف ألغي الاجتماع لأنني مريض. يبقى call off معناها يلغي. عندي كمان كلمة call on اللي هي معناها يزور أو بتديك معنى visit. ممكن أقول مثلا I call on my aunt every week، I call on my aunt every week اللي هي معناها أنا أزور خالتي أو عمتي كل أسبوع. ممكن كمان نقول إن كلمة كول لو جه معاها حرف الجر out اللي هي اسمها كول أوت معناها ينادي بصوت عالي. ممكن أقول I can't see علي I will call him out، أنا مش شايف علي فسوف أنادي عليه. ودي معاني الكلمة كول. يبقى للتذكير عندنا كلمة كول أوف معناها يلغي، وكلمة كول باك معناها يعود الاتصال، وكلمة كول اوت اللي هي طبعا معناها ينادي بصوت عالي. وعندي كمان كلمة كول اون اللي هي معناها يزور او معناها يقوم بزيارة زيها زي كلمة فيزيت بالظبط. يبقى ديت معاني الكلمة كول. لو انت عارف المعلومات دي من قبل كده دوس لايك، لو مش عارف صلي على النبي في التعليقات وتابعني عشان تعرف معلومات اكتر، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.